بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أن أنا ما أطول عليكم. كل عام وأنتم بخير. شهر رمضان تقريبا أعتقد باقي له 10 أيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم رمضان ويبلغكم ليلة القدر ويرزقكم في هذا الشهر الصيام والقيام والطاعة، وبإذن الله سبحانه وتعالى المغفرة والعتق من النار. طبعا للأسف هذا الكلام احنا كل سنة نقوله، واللي يزعلك ان كل سنة يزيد. يعني نشاط شياطين الانس يزيد متى؟ في رمضان. سبحان الله. تركيز على المسلسلات، تركيز على الفوازير، تركيز على العري، تركيز على كل ما يشغلك عن الصيام ويجرح صيامك ويشغلك عن الطاعة ويشغلك عن القيام والتراويح وهكذا. فأنا عموما يعني نتمنى والله وأرجو من الجميع أن نركز في شهر رمضان على العبادة والطاعة. نسكر التلفزيون، والله مش محتاجين نشوف هالمسلسلات التافهة اللي تحث على العري وتحث على الفسق والفجور وعلى العلاقات المحرمة. يعني احنا نشوف بعض المسلسلات، هذا يحب هذه وهذه متزوجة وتحب ذاك وذاك يحب ما أدري بنت فلان، وكل علاقات غرامية وحرام في حرام. غير للأسف العري وغير التمكيج وغير في إباحية في بعض المسلسلات. والله فعلا لا خوف من الله ولا يتعظون ولا يخافون ولا عندهم أي ذرة احترام لهذا الشهر الفضيل. إخواني الكرام، فأنا والله أرسل لكم هذه الرسالة. ترى الموضوع سهل، سكر التلفزيون، والله مو بخسران شيء. سكر التلفزيون، ما تطالع إلا إذا أنت فعلا عندك وقت فراغ في مثلا أشياء دينية، مثلا تبي تعرف متى يعني أذن المغرب، تبي تعرف بعض الأشياء. والله هذا الشهر في السنة. تخيل في بعض الدول لما يقول لك والله المحل هذا مسوي عرض وهذا المحل مسوي تنزيلات، في ناس تنتظر. تخيلوا، في ناس تنتظر بما يسمى الجمعة السوداء، وفي ناس تنتظر عروض كريسماس، وفي ناس تنتظر عروض آخر السنة، وفي ناس. فإحنا كمسلمين ما ننتظر هذا الشهر، والله إيش باقي من العمر. إخواني الكرام، يعني أمس قاعد أفكر أقول إحنا الآن شهر 23، تونا داخلين 23. والله اسمع كلامي، إذا عدى الشتاء ودخلنا الصيف اعتبر السنة انتهت، اعتبر السنة انتهت. وإذا خلص الصيف خلاص حط في بالك أنك دخلت على سنة جديدة. فإخواني الكرام، ترى الله خلقنا للآخرة مش للدنيا. الله خلقنا للآخرة وللعبادة مش للدنيا. ترى الدنيا هذه كم 60 70 80 سنة، يعني هوى والله هوى. يعني انتم تشوفون حلقة الجمعة اللي انا اسويها، ما اسوي حلقة الا واحد يقول لي ترى اليوم الخميس خلاص استعد بكرة حلقة يوم الجمعة. الايام تركض، واحنا يعني اسمحوا لي اقول لكم هالكلام، الله يعطيكم الصحة والعافية والله يبارك في اعماركم. لكن امس شفنا واحد مات عمره 50 سنة، أول أمس شفنا واحد طفل. إخواني الكرام، أنا توني يوم من 3 أيام رحت صليت صلاة الجنازة. واحد من الأصدقاء توفى الله يرحمه. سبحان الله، والله إخواني الكرام جالس معاه، أنا جالس معاه في المجلس وسلمت عليه وكل شيء. بعد أسبوعين طبعا شوي يعني ابتعدنا شوي، للأسف الدنيا هذه تباعد. من 3 أيام يقولون دخل يسوي عملية بسيطة، وسبحان الله صار خطأ طبي ومات، وإنسان بكل صحة وعافية. ولما رحنا نصلي الجنازة كانت هناك 5 جنازات، 5 متوفين، ومن ضمنهم طفل، ومن ضمنهم امرأة، ومن ضمنهم هكذا أعمار مختلفة. فالموت ما يعرف، فلا بد أن احنا نستعد. ترى أنا أوصي نفسي قبل ما أوصيكم. احنا كلنا للأسف خذتنا الدنيا، يعني أنا أكلمكم وأنصح نفسي قبل ما أنصحكم. الدنيا ما أخذتنا كلنا. فأرجوكم هذا الشهر نكثف العبادة والطاعة، وأهم شيء هذا طلب خاص من أخوكم، طلب خاص أرجوك. شوف أنا أترجاك أنك أنت تسويه. ندعو في هذا الشهر للإسلام والمسلمين، ندعو في هذا الشهر أن الله ينصر الإسلام والمسلمين. الحرب شرسة، أنا أقول لكم الحرب شرسة على الإسلام. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين، أن يؤلف القلوب، أن يوحد الشعوب، أن نحن نكون كلنا على يد واحدة، ونكون على قلب رجل واحد. وأن الله سبحانه وتعالى، لأن أنتم شايفين كل يوم
نتكلم في موضوع جديد، مش في بس انه والله مشكله، لا، نتكلم في موضوع جديد، في حرب على الاسلام وزياده الحرب على الاسلام. فارجوكم نكثف الدعاء. ولي ايضا طلب ان احنا ان شاء الله في شهر رمضان نكثف البرامج اللي تتكلم عن الامور الدينيه وعن القصص وعن الامور هذه. يعني ان شاء الله احاول، وبتشجيعكم وايضا اقتراحاتكم، يا ريت تعطوني اقتراحاتكم. ايش البرامج اللي انتم تحبون مثلا نحن نتكلم فيها، وبحاول انا، والله احاول انا، ترى اخوكم امكانياته ضعيفه، احاول اذا قدرت استضيف مشايخ، اذا قدرت استضيف اطباء، اذا قدرت استضيف ناس متخصصين في بعض الامور، ان احنا نسوي برامج معاهم لاجل احنا نستفيد. احنا نبي شهر رمضان هذا فعلا من مثل ما هو شهر يعني الطاعه والخير، هو ايضا شهر البركه. سبحان الله، تحس فيه بركه في الوقت، وسبحان الله تنام وتقوم وهذا، وتحس انك انت ايضا بصحه جيده. فنستفيد من هذا الشهر، قراءه القران والعباده والتراويح والقيام، لكن ايضا نستفيد ان احنا نشوف برامج طيبه، ان احنا يعني صله الرحم، العلاقات الطيبه، التزاور، في امور كثيره، ترى امور كثيره نقدر احنا نسويها. فانا حياكم الله اقتراحاتكم، ايش تقترحون ان احنا نتكلم في شهر رمضان؟ نبي نخفف شوي، يعني نبي نخفف من الامور السياسيه ونخفف من المشاكل والهذه، لعل ان الله سبحانه وتعالى، يا رب نسال الله سبحانه وتعالى ان الامه هذه تهدى من القلاقل ومن المشاكل. حسبي الله ونعم الوكيل. عموما كل عام وانتم بخير، ويا رب الله يبلغكم رمضان، واحبكم في الله.